لعيب انبي هو اللي لعب الكرة. طب بعد ما لعب الكرة ايه اللي حصل؟ جت في وش لعيب النادي الاهلي. يعني هنا لعيب النادي الاهلي لما تيجي تحسب عليه التسلل تحسب من اللحظة دي، لانه هو واقع على الارض ما اشتركش في الكرة. اول حاجة هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه الالتحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقة اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لاعب النادي الاهلي. شوف مع بعض هتلاقي اللاعب وصل للكرة وبعد كده عمل التحام بالقدم مع قدم لعيب انبي. طبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقة اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لعيب انبي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب عامل التحام بالقدم مع قدم لعيب الاهلي، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقة اللي بعديها، هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بمخالفة. نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم من لاعب انبي على قدم لعيب النادي الاهلي. لعبة زي دي واضحة جدا، هنا الحكم ما حسبش حاجة، طبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقة اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لاعب الاهلي. شوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقة اللي بعديها، الحلقة دي مهمة جدا وفيها تفاصيل كتيرة، وهو الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي. نشوف مع بعض هل في ضربة جزاء ولا لا. من الزاوية من بعيد يبان ان في التحام بالقدم من لاعب انبي على قدم لاعب النادي الاهلي، ولاعيب الاهلي وقع على الارض بناء على الالتحام دوت، والحكم قريب بس مفيش اعاده توضح اكتر من اللي انا جايبه دوت. دي بدايه اللعبه. طيب نكمل مع بعض ونشوف بقى هل في تسلل ولا لا. اول حاجه ان هو لحظه لعب الكوره لعيب النادي الاهلي اللي واقع على الارض اللي انا معلم عليه دوت في وضع تسلل، بس لو الكره راحت له. طيب هل الكره راحت له ولا لا؟ هنشوف مع بعض هتلاقي الكره خبطت في لعيب انبي. طيب بعد ما خبطت في لعيب انبي هل لعيب النادي الاهلي لعب الكره ولا لا؟ لا برده ما لعبش الكره، لعيب انبي هو اللي لعب الكره. طب بعد ما لعب الكره ايه اللي حصل؟ جت في وش لعيب النادي الاهلي. يعني هنا لعيب النادي الاهلي لما تيجي تحسب عليه التسلل تحسب من اللحظه دي، لانه هو واقع على الارض ما اشتركش في الكره. يعني هنا اللاعب ما اشتركش في الكره، الكره جت في جسم لعيب انبي وبعد كده هو لعيب انبي هو برضه اللي حاول يلعبها. فالمفروض انت تاخد التسلل من اللحظه ديت، ولو هتاخد التسلل من اللحظه دي فقدم لعيب انبي مسابقه لعيب النادي الاهلي. طيب هو هنا هو لعيب انبي حاول يلعب الكره خبطت في وش لعيب النادي الاهلي ودخلت جون. انا ما اعرفش بقى بناء على ايه الهدف ده اتحسب تسلل، ولو انت يا عم حسبته تسلل طب ما عدتش ليه اول اللعبه وشفت هل في ضربه جزاء ولا لا، وكنت وضحت برضو اللعبه بالكامل. لكن معنى ان انت ما تراجعش اللعبه ديت وتشوف في ضربه جزاء ولا لا وتجيب تسلل من بدايته، مع ان لعيب النادي الاهلي ما اشتركش في الوضع ده، ما اشتركش ده لعيب انبي هو الكره جت فيه وحاول يطلعها ما عرفش خبطت في جسم لعيب النادي الاهلي ودخل الجون. طبعا يعني بان انت تلغي الهدف ده بدايه تسلل قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا. اول حاجه ان هو ما فيش التحام من اللاعب اللي انا معلم عليه ده، زي ما احنا ما شايفين مع بعض هنا القدم بعيد تماما عن لاعبي النادي الاهلي. طيب هل اللاعب الثاني عمل معاه التحام ولا لا؟ بص على قدم لاعبي النادي الاهلي هو في التحام بس مش ده اللي يتحسب ضربه جزاء. يعني هنا لو بصينا هتلاقي ان القدم اللي معمول معاه الالتحام ده لعيب النادي الاهلي هو اللي حطها في المكان ده. الطبيعي ان انت القدم بتاعتك تروح على الكوره، فهنا قرار الحكم قرار سليم ان مفيش ضربه جزاء واكد عليه حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي لعيب الاهلي لعب الكوره وبعد كده لاعب انبي عمل معاه التحام بالقدم، وطبعا هنا الفاول سليم لكن كان لازم يبقى مع اللعبه دي انذار.